تعالوا معايا اوريكم الحاجات اللي انا عملتها النهارده. دي صينيه كانيلوني كده ظريفه محشيه لحمه مفرومه معصجه. بصراحه جميله جدا وطعمه جدا. انا طبعا اللي عامله العجينه كلها من اولها لاخرها، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو فيه الطريقه من اولها لاخرها. بعد ما لفيتها باللحمه المفرومه لفيتها اللفه الحلوه دي ورصيتها في الصينيه واديت لها وش صلصه خفيف قوي. بعد كده حطيتها في الفرن حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، اتشمعت كده وتحس انها خدت ودت مع بعضها. بعد كده بطلعها اديها وش موتزاريلا. طبعا في ناس بتاكلها بالبشاميل، طبعا كل واحد حسب راحته، بس الحقيقة هي من غير بشاميل بتبقى اخف شوية، لان هي بتبقى العجينة نفسها فيها بيض وفيها الزيت وفيها اللبن، فبتبقى العجينة بتاعته دسمة شوية، وكمان بتبقى محشية لحمة معصجة فبتبقى برضو تقيلة مع الجبنة الموتزاريلا. حلوة قوي قوي قوي. واعتقد مش هتحتاجي تزودي اكتر من كده جبنة موتزاريلا عشان ما تبقاش تقيلة برضو، لان الجبنة الموتزاريلا دسمة شوية. ألف هنا وشفا. الحقيقة كانت فظيعة جدا، ولما دخلت الفرن وطلعت خدت اللون الذهبي الجميل قوي قوي والريحة الفظيعة جدا جدا. ايه رأيكم؟ انا كده يعني بتهيألي شاطرة. ادي اللون بعد ما طلعت، وادي الاوردر اللي احنا عملناه. يعني انا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا ببقى مبسوطه جدا وانا بعمل الحاجه وبتطلع حلوه. بصراحه انا بحس ان انا يعني وانا بعمل اوردر بحس ان انا بيبقى عندي عزومه. مش عارفه ببقى مبسوطه وانا بعملها. دي صينيه الفراخ بالبطاطس الفظيعه جدا 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 اللي ريحتها ولونها تحفه تحفه. صينيه الكانيلوني طبعا اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي، جميله الجميلات. الفرخه المشويه المشهوره بيها، اللي مشهور بيها مطبخ سوسو مع الخضار المشوي. طبعا دي انا متبلاها من بالليل وخدت في الفرن ساعتين ونص بالظبط، ما غيبتهاش اكتر من كده عشان ما تنشفش. وخدت حته الفحمه بعديها مع الخضار المشوي. الخضار السوتيه الرائع 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 ده ما شاء الله، كل انواع الخضار في السوق. المسقعه اللي من غير لحمه مفرومه، ودي مزاج ناس حلو قوي وكلنا بناكلها حلوه قوي قوي مع العيش بتاعنا البلد الجميل. وده كان الاوردر بتاع النهارده. ايه رايكم فيه بجد؟ لو عجبكم اتمنى ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناه عشان تشجعوني ان انا اقدم لكم كل جديد. اشكركم جدا كلكم. مطبخ سوسو بيقدم لكم كل الحاجات الحلوه، وبيقول لكم اي مناسبة سعيدة عندكم هو مستعد يقوم بيها. اعياد ميلاد، خطوبات، نجاح، افراح، اي حاجة. اهلا وسهلا بكم واشكركم، وكل يوم صنف جديد. باي.